هل تعرفون عدنان ماندريس؟ هو الرجل الذي أعاد الأذان باللغة العربية إلى تركيا ومات شنقا. عدنان ماندريس رئيس الوزراء التركي دخل الانتخابات مرشحا للحزب الديمقراطي سنة 1950 ميلادية ببرنامج عجيب توقعت له كل الدراسات الأمريكية الفشل المطلق. كان البرنامج لا يتضمن أكثر من عودة الأذان لغة العربية والسماح للأتراك بالحج وإعادة إنشاء وتدريس الدين بالمدارس وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة. كانت النتيجة مذهلة. حصل حزب أتاتورك على 32 مقعدا، فيما فاز الحزب الديمقراطي ب318 مقعدا. وتسلم عدنان ماندريس مقاليد الحكم رئيسا للوزراء، وجلال بايار رئيس الحزب رئيسا للجمهورية، وشرح لتوه ينفذ وعوده التي أعلن عنها للشعب أثناء العملية الانتخابية. واستجاب ماندريس لمطالب الشعب، فعقد أول جلسة لمجلس الوزراء في غرة رمضان، وقدم للشعب هدية الشهر الكريم: الأذان بالعربية، وحرية اللباس، وحرية تدريس الدين، وبدأ بتعمير المساجد. ثم جاءت انتخابات عام 1954 ميلادية، وهبط نواب حزب أتاتورك إلى 24 نائبا، واستكمل ماندريس المسيرة، فسمح بتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم وتدريسه في جميع المدارس حتى الثانوية، وأنشأ 10,000 مسجد، وفتح 25,000 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وأنشأ 22 معهدا في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين، وسمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه، وأخلى المساجد التي كانت الحكومة السابقة تستعملها مخازن للحبوب وأعادها لتكون أماكن للعبادة. وتقارب ماندريس مع العرب ضد إسرائيل، وفرض الرقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي سنة 1956. عندها تحركت القوى المعادية للإسلام ضد ماندريس، فقدم الجنرال جمال جورسون سنة 1960 ميلادية بانقلاب عسكري كانت نتيجته شنق عدنان ماندريس وفاطين زورلو وحسن بلكثاني. وكتب الصحفي سامي كوهن: لقد كان السبب المباشر الذي قاد ماندريس إلى حمل المشنقة سياسته التي سمحت بالتقارب مع العالم الإسلامي والجفاء والفتور التدريجي في علاقتنا مع إسرائيل. والحقيقة ما قتلوه إلا لأنه أعاد تركيا إلى الإسلام. يرحم الله شهيد الإسلام المجاهد عدنان ماندريس، فقط لكي لا ننسى.